بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شوفوا يا جماعة، أنا عندي هنا فرختين شوي. أنا من امبارح وأنا متبلاهم بفلفل أسود والسبع بهارات وملح أبيض وبشرة جوز الطيب، بس مفيش أي حاجة فيهم. طبعا أنا هحط عليهم حاجة دلوقتي. عندي دلوقتي 4 طماطمات، هبشرهم على المبشرة وابتدي بقى ايه، احط من جوه ومن بره، وبعدين ابتدي ادخلهم الفرن دلوقتي حالا. تمام. اهو يا جماعة، عملت طبعا الطماطم بشرتها. تمام. هبتدي اتبل الفراخ طبعا، هي مش محتاجة ملح ولا اي حاجة، انا متبلاها من امبارح ومبيتاها في التتبيلة دي. فهحط دول بس الطماطم، وخلاص بقى هدخلها الفرن ان شاء الله. اهو يا جماعة، انا تبلتهم من جوه ومن بره، وهبتدي بقى ايه احطها بقى في براطيم او ازايز اللي متوفر عندك يعني. هنحطها وهنشوف الشكل دلوقتي. اهو يا جماعة، الفرختين محطوطين في براطيم اهو، واقفين كالعادة يعني. تمام. واقفين في الصينية اهو. فراخ تحفة متبلة من امبارح ومبيداهم، فشاربين طبعا من التتبيلة حلوة قوي. وهدخلهم الفرن على طول دلوقتي على درجة حرارة 180 درجة، والفرن. وكمان هشغل المروحة عليهم عشان الوقت بتاع السوا. تمام. اهو يا جماعة، حطيت الفرختين طبعا، واحدة حبت تقع لكن انا يعني مسكتها شوية. مش هقدر احط ايدي اكتر من كده تاني عشان الفرن مولع نار. يعني انا عملتها كده بالعافيه بصراحه عشان الفرن سخن قوي، انا مسخناه من بدري قوي. دلوقتي هفتح طبعا قصدي المروحه اهو. فتحت المروحه، وكل سنه وانتم طيبين، واللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين يا رب العالمين. ودي كانت الفيديو بتاعنا النهارده، فيديو الفراخ، وكل سنه وانتم طيبين. طبعا هنا انا عملت رز بسمتي يا جماعه، لسه هنسويه. حطيت له طبعا الكركم بتاعه والليمون الرومي وورق اللورا وعود القرفه. تمام. اهو عود القرفه، وحطيت له طبعا الملح الابيض وتمام كل البهارات بتاعته، وطبعا زيت، وهنبتدي نولع عليه دلوقتي. خلاص كده الرز كده تمام، وهو على النار دلوقتي ومش محتاج اي حاجه رز بسمتي. انا هنا عندي صينيه حلويات يا جماعه، خطيره خطيره خطيره. يا رب تستوي كده نكون خلصنا بقى ايه الفيديو بتاعنا. اشوف وشكم بخير ومع السلامه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شوفوا يا جماعة، أنا عندي هنا فرختين شوي. أنا من امبارح وأنا متبلاهم بفلفل أسود والسبع بهارات وملح أبيض وبشرة جوز الطيب، بس مفيش أي حاجة فيهم. طبعا أنا هحط عليهم حاجة دلوقتي. عندي دلوقتي 4 طماطمات، هبشرهم على المبشرة وابتدي بقى ايه، احط من جوه ومن بره، وبعدين ابتدي ادخلهم الفرن دلوقتي حالا. تمام. اهو يا جماعة، عملت طبعا الطماطم بشرتها. تمام. هبتدي اتبل الفراخ طبعا، هي مش محتاجة ملح ولا اي حاجة، انا متبلاها من امبارح ومبيتاها في التتبيلة دي. فهحط دول بس الطماطم، وخلاص بقى هدخلها الفرن ان شاء الله. اهو يا جماعة، انا تبلتهم من جوه ومن بره، وهبتدي بقى ايه احطها بقى في براطيم او ازايز اللي متوفر عندك يعني. هنحطها وهنشوف الشكل دلوقتي. اهو يا جماعة، الفرختين محطوطين في براطيم اهو، واقفين كالعادة يعني. تمام. واقفين في الصينية اهو. فراخ تحفة متبلة من امبارح ومبيداهم، فشاربين طبعا من التتبيلة حلوة قوي. وهدخلهم الفرن على طول دلوقتي على درجة حرارة 180 درجة، والفرن. وكمان هشغل المروحة عليهم عشان الوقت بتاع السوا. تمام. اهو يا جماعة، حطيت الفرختين طبعا، واحدة حبت تقع لكن انا يعني مسكتها شوية. مش هقدر احط ايدي اكتر من كده تاني عشان الفرن مولع نار. يعني انا عملتها كده بالعافيه بصراحه عشان الفرن سخن قوي،
انا مسخناه من بدري قوي. دلوقتي هفتح طبعا قصدي المروحه اهو. فتحت المروحه، وكل سنه وانتم طيبين، واللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين يا رب العالمين. ودي كانت الفيديو بتاعنا النهارده، فيديو الفراخ، وكل سنه وانتم طيبين. طبعا هنا انا عملت رز بسمتي يا جماعه، لسه هنسويه. حطيت له طبعا الكركم بتاعه والليمون اللومي وورق اللورا وعود القرفه. تمام اهو عود القرفه، وحطيت له طبعا الملح الابيض وتمام كل البهارات بتاعته، وطبعا زيت، وهنبتدي نولع عليه دلوقتي. خلاص كده الرز كده تمام، وهو على النار دلوقتي ومش محتاج اي حاجه رز بسمتي. انا هنا عندي صينيه حلويات يا جماعه، خطيره خطيره خطيره. يا قربت تستوي كده نكون خلصنا بقى الفيديو بتاعنا. اشوف وشكم بخير ومع السلامه.